سلام خياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناتي مع فكرة جديدة راح نتقاسمها معاكم. لا فيديو تاع اليوم ما على باليش اذا راح نحطها في سلسلة تجاربي او سلسلة وصفاتي من مطبخي. جيت نتقاسم معاكم حاجة جربتها وعجبتني بزاف، هي شوكولا لا سافور. وثاني بالنسبة للناس اللي سألوني على ديكور الوردة اللي راهو توندونس هذا العام، وقالوا لي ويناه اللي مليح نتاع السيليكون ولا نتاع ترانسفير. وبدون إطالة راح نبدأ معكم الفيديو تاعي. بالنسبة للشوكولا تاع لا سافور، بديت يعني ندير لي كاتو تاع العيد كيما على بالكم وكيما بالك كامل بديتو. شريتها في بداية رمضان على أساس ندير بها ديسير. كي جربتها وعجبتني زدت شريت منها للعيد. هاد العلبة نتاعها يعني تاع لا سافور كيما راكم تشوفوا فيها، مود ان الجيريا، مخدومة في تلمسان، نصف في جيكاو، برودوي أورغانيك. لابواط تاعها فيها 200 غرام. كاينة بجميع الأذواق، نوازيت، أولي، نواغ، بلونش، بانان، فريز، كاين بجميع الأذواق، وفيها ثاني الألوان. من وراء هاد العلبة تلقاو فيها اون غوسيت، وتلقاو ثاني فيها لي زانغريديون تاعها. مكتوب هنا نصف في جيكاو، ويعني هي شوكولا. لومبالاج تاعها مليح بزاف، يعني صافي بليزير نلقاو ان برودوي كاليتي. جربت خدمت بيها وريدات للتزيين كما راكم تشوفوا، وراح نشارك معكم هاد الكادو بتزيين هاد الوريدات ان شاء الله في فيديو اخر. بالنسبه للقوام تاعها يجي ثقيل شويه، لكن كي تضيفوا له شويه تاع زيت تولي سائله ما تفسدش معكم كامل. وبالنسبه اللي راهم يسقسيو ومحتارين باه يشرو مول نتاع الورده اللي راهي طوندونس هذا العام بين مول السيليكون والمول تاع ترانسفير، انا هنا راح نقول لكم ايجابيات وسلبيات كل مول باذن الله، وكل وحده تخير واش تشري. راح نبداو بالمول نتاع ترانسفير ولا تاع البلاستيك. راح يخدم لنا كونتيتي كبيره في وقت وجيز، يعاون بزاف اللي يخدموا طلبيات ولا تخدم كونتيتي للعرس. انا هنا نقول لكم شو هذا. اما تاع السيليكون لازمكم على الاقل زوز نتاع ليمول تخدموا بيهم، راح تدي منكم الوقت بزاف باه تخدموا كونتيتي تصلح الوحده، تخدم كونتيتي صغيره تاع عيد ولا غاتو تاع كل يوم. هذا بالشوكولا الذائبه، لكن كاينه فكره تسهل عليكم بزاف بهذا المول وتخدم لكم كميه كبيره وفي وقت وجيز، هي انكم تخدموا عجينه الشوكولا. راح تجيكم كيما عجينة السكر وتحطوها في المول في دقيقات تيموليوها وتجي بنينة وتصلح ثاني للأكل، مش كيما تاع عجينة السكر تجي صامتة وبزاف يابسة. وهذا الشكل تاع الورقة خدمناها بعجينة الشوكولا كيما راكم تشوفوا. نرجعوا بالنسبة للشكل في المول تاع ترانسفير، راح تجي تبريي لكن الديتاي تاع الوردة ما تخرجش كيما في المول تاع السيليكون. اذا في المول تاع السيليكون تخرج الوردة بكل التفاصيل نتاعها، اما في الترانسفير راح تجيكم تبريي كيما هذه راهي في المول تاع السيليكون، اما هذه في تاع الترانسفير تجي تبريي لكن لي ديتاي تاع الورده ما تخرجش كيما في المول تاع السيليكون. بالنسبه للمول تاع السيليكون ما تحتاج انكم تحطوا بزاف شوكولا، اما تاع الترانسفير راح تحطوا كميه لاباس بها كما راكم تشوفوا. الورده نتاع السيليكون والورده تاع يعني تجي قل من الورده نتاع الترانسفير. اما بالنسبه للثمن تاع لي مول، بالنسبه للسيليكون جيتو ب38,000، ونتاع مول تاع النيلون ولا تاع الترانسفير شريته ب7,000. يعني من الأحسن أنكم تشريو تاع ترانسفير. بالنسبة ليا اليوم وضحت لكم الفرق بين المول نتاع السيليكون والمول نتاع البلاستيك، ويبقى الاختيار ليكم أنتم. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. إذا عجبكم ما تنسوش لايك، ولي أول مرة تشوف قناتي نرحب بك، وإن شاء الله تكون خفيفة على قلوبكم. أنا هنا نقولكم إلى اللقاء في فيديو جديد. سلام.